صباح الخير عليكم. يوم جديد، يوم مليان أمل، يوم مليء بطاقة وبنشاط. كل الخير والسعادة ليكم ولحضراتكم. النهاردة حلقة مختلفة تماما عن اللي احنا متعودين عليه. ليه؟ لأنه السقعة كبست فجأة وحسينا إنه احنا محتاجين ناكل، والشتاء معروف بالبرودة ومعروف بإن احنا محتاجين طاقة أزيد، فبالتالي محتاجين ناكل أكتر. طيب ايه الحل؟ الحل موجود معانا هنا النهارده في برنامجكم أكلة لذيذة على قناة نايل لايف. هنتكلم النهارده في موضوع حلو جدا جدا، وكمان الاكلات ريليتد قوي باللي احنا هنتكلم فيه. ازاي ما نتخنش، ليه بنجوع في الشتاء اكتر من الصيف، ازاي نعدي الشتاء بكل امان وبالتالي ما نتخنش، وكمان ناكل كل اللي نفسنا فيه، نشوف الفيتامينز، نشوف المعادن اللي في جسمنا، ونتقي شر الزياده في الوزن خلال فصل الشتاء. النهارده هنعمل اكلات ممتازه جدا جدا وحلوه قوي ومشبعه وفيها كل العناصر المطلوبه، سواء كاربس معقده طبعا، الياف، فيها كل حاجه ممكن انه احنا يعني نحتاجها وجسمنا يحتاجها معانا. النهارده ان شاء الله هنبتدي الوصفه بتاعتنا بسوتيه دجاج. ايه هو سوتيه دجاج؟ عباره عن بطاطس، معانا هنحط بطاطس، فلفل احمر، فلفل اخضر، كمان فلفل اصفر، جزر، بصل، ايه تاني، الفراخ والصلصه، ومعانا كمان ميه، معانا البهارات بتاعتنا كزبره، كمون، فلفل، ملح. هنعمل النهارده وصفه حلوه قوي قوي وسهله جدا، نقدر انه احنا لو كلنا عندنا الحاجات دي، وما اظنش ان مفيش بيت فيه الاكلات دي. يلا بينا نقول المقادير تاني. المقادير بتاعتنا بطاطس اهي معانا، بصل، زبده، فلفل اخضر، فلفل احمر، فلفل اصفر، جزر، كمان صلصه، الفراخ طبعا هي الجوكر بتاع الوصفه، وكمان معانا بهارات واحنا بنحطها هقول لحضراتكم هي ايه. الوصفه سهله جدا، ممكن بكل سهوله ان شاء الله. لو في فراخ خلاص الموضوع محلول، نقوم نعملها سريعا وغنيه وهتلاقوها طعمها حلو جدا. يلا بينا نسمي الله ونبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحتاج نلبس جلافز عشان ايه، الموضوع هيبقى كبير معانا شويه. يلا. طبعا الشتاء معروف بانه احنا دايما بنجوع، واحنا ما بنبقاش عارفين نعمل ايه في المشكله دي. طول الوقت بنبقى جعانين وما بنبقاش عارفين ايه الحلول خالص خالص. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب هنا الحله دي بتاعتنا. نبتدي بايه؟ نحط الفراخ بتاعتنا اهي. طبعا الفراخ دي اوريدي مغسوله ومحطوط عليها ايه، محطوط عليها البهارات والملح، يعني الملح والخل، وسبتها تتصفى، فهي ريحتها لطيفه جدا جدا. يعني دايما بنعرف الدنيا فيها ايه من الريحه. اهو انزل بس عليها شويه بهارات اهي. البهارات دي عشان انا بعمل لها ميكس كده، قرنفل، جوز الطيب، كبيبه صيني، ايه تاني، قرفه، ميكس كده. كانت جدتي الله يرحمها دايما تعمله، تقول لك ده يشيل اي ريحه من اي اكل. تمام. ننزل بقى بالبطاطس. البطاطس انتوا عايزين تحطوها زي ما هي اوكي، اتس اوكي. مش عايزين تحطوها زي ما هي، ممكن نعملها نص سلقه. انا صراحه سلقتها نص سلقه. يلا بينا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب فلفل الوان. طبعا بقى الفلفل الالوان ده يا جماعه فيتامين سي جبار، وكمان بيعلي من كرات الدم البيضاء اللي موجوده في الجسم، فده بيعلي ايه، بيعلي عندنا الزنك، وكمان بيعلي المناعه عندنا، خصوصا ان احنا في الفصل اللي كله لو انا ما عرفتش احافظ على نفسي واعلي مناعتي هتلاقي الانفكشن عندي زادت. يلا اهو. نحاول نقطع كله يكون الكاروهات بتاعته قد بعض، عشان كله يستوي في وقت واحد. طبعا الشتاء جه وده فصل الاناقه، فالاناقه ما بتكملش لاي ست بدون ما يكون جسمها حلو. اهو نزلنا الفلفل الاحمر، ناخد كمان حته. طبعا الابيض ده بيعمل مراره فانا بحب اشيله. بسم الله الرحمن الرحيم.
مهم. نزلنا اهو بالفلفل الاصفر. اهو بحب قوي ان انا اشيل الاصفر ده عشان ما يبقاش فيه مرارة في الاكل. طبعا دايما نعتمد اعتماد كلي على الالياف الجافة. ايه الالياف الجافة؟ اللي هي وانت بتاكلها تلاقي نفسك بتقرمش. دي بتاخد وقت في الهضم، وبتاخد كمان وقت في ان انت عمال تاكل فيها، فالهضم عندك بيبقى ابطأ، وكمان بتشبع اسرع عشان عمال تمضغ فيها. ناخد كمان فلفل اخضر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل الكلام ده مغسول ومتظبط. اهو طبعا في ناس كتير بيبقى عندها مشكله ان هي مثلا مش عايزه تاكل بالعيش. انا بحب قوي نعمل دابنج بالفلفل الالوان، بيبقى ممتاز جدا. يعني ان انا اعمل مثلا جبنه بالزعتر، جبنه قريش، او حتى فته او ايا كان، واعمل لها ديبنج بصوابع الفلفل، بتبقى في حته تانية. ناخد بقى دلوقتي الجزر. مهم. زي ما حضراتكم كده شايفين معانا بيبي كاروت، يعني بيبي صغير خالص، عشان ايه؟ يستوي بسرعه وسط الصينيه اللطيفه دي. اهو ما قطعهوش تخين، خليه رفيع عشان ايه؟ كله يستوي مع بعضه في وقت واحد. اهي ناخد واحده كمان. جزر كمان في الحاجات دي بيبقى طعمه حلو قوي، لما ايه الصوص بتاع الصينيه ينزل فيه كده، بيبقى منه فيه، بيبقى طعمه حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو حطينا ايه؟ تعالوا نقول تاني. حطينا بطاطس، فلفل اخضر، فلفل احمر، جزر. هنحط دلوقتي البصل، طبعا الفراخ، وهنعمل الايه الصوص اللي احنا هنسقي بيه الاكله دي. مهم. تمام اهو. بس ايه، ناخد بقى البصلايه، ناخد الصغيره. طبعا بقى معظم الناس بتحب تشغل الفرن فين؟ في الشتاء. فطبعا الفرن مش هيشتغل كده بكيك، ببطاطا، بمش عارف ايه، فلاقي نفسي اكل مثلا بتاع 17 وحده بطاطا واقول انا عامل دايت. اهو بصل شرايح. تهيألي كده كل حاجه اتحطت. نيجي بقى هنا نعمل الصوص اللي احنا عايزين نعمله. مش محتاجين دي، ناخد دي. الصلصه معانا. نحط الزيت، حبه زيت حلوين كده، وكمان نقلبهم واحده واحده زي ما انتم شايفين اهو مع الصلصه. احط بقى هنا فين الملح؟ شويه ملح، فلفل. تعالوا بقى نقول البهارات بتاعتنا. حطينا هنا زيت الزيتون، كمان صلصه. ايه البهارات بقى؟ ملح، فلفل اسود، كزبره، كمون، بابريكا. كل دول هنعمل لهم ايه؟ نعمل لهم ميكسنج مع بعض اهو. اهو زي ما حضراتكم ايه، زي ما حضراتكم شايفين. ممكن كمان
نزود شويه ميه. اهو نقلب بس الصوص كده كويس. تمام، اهو 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 كده ميكسنج عشان يبقى الدنيا لطيفه شويه، وننزل بيه. ازود شويه ميه كمان، حاسه انه ايه عشان تاخد سوا اكتر يعني، تاخد وقتها. اهو زي ما حضراتكم ايه شايفين معانا اهو. اظني مفيش اسهل كده، ما عملتش اي اختراع يعني. هقلب بقى كله في بعضه زي ما حضراتكم شايفين اهو، كلها ايه تدوق من ايه من بعض زي السوتيه. بس انا اوريدي مزوده ايه، مزوده فراخ، وطبعا عملت الصوص زي ما حضراتكم شايفين. ناقص قد ايه على الفاصل؟ اهو هنزل بس بمكعب من الزبده عشان تديها ريحه اهو. ممكن ازود شويه ميه. هنحط بقى ايه، نعمل حاجه تراكي كده. انا جايبه غطا عادي، بس انا حابه انه انا احط ورق زبده. ماشي، يلا اهو هحطها دلوقتي على النار دي عشان تستوي اسرع. هحطها دلوقتي على النار اهي واقفل عليها. تعالوا نقول كده تراك بسيطه قبل ما نطلع الفاصل. ليه دايما بنجوع في الشتاء؟ اول حاجه احنا بيجيلنا اكتئاب، مع دخول فصل الشتاء بيجيلنا اكتئاب، فالميلاتونين بتاعنا بيعلى والسيروتونين هرمون السعاده بيقل، فبالتالي دايما بتجه ان انا اكل سكريات ونشويات. طبعا مع قله الحركه مفيش رياضه، ما بنشربش ميه كويس، بنشرب مشروبات مليانه سعرات كثيره السعرات زي الهوت شوكليت والسحلب وغيره من المشروبات دي وزي المغات. كمان ما بنشربش ميه بشكل كافي، ما بنتعرضش للشمس، طاقتنا بتقل جدا جدا عشان نتدفى، فبنحتاج ان احنا ناكل وما بناكلش الياف وبروتين كافي. كل الحاجات دي بتخلينا نجوع. هنطلع فاصل ونرجع نشوف الوصفه الثانيه ونشوف الحل. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ما عملتش اي حاجه خالص خالص من غيركم، هي بس الصينيه حطيتها على النار. طبعا حطيت ورق الزبده زي ما حضراتكم شايفين، ومفيش اي حاجه تماما اختلفت. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل الريسيبي الثانيه. ايه الريسيبي الثانيه؟ رز بالكاري واللوز. طبعا الرز بسمتي، فده يعتبر من النشويات المعقده، كمان هيفرق جدا معايا في الشبع. عشان لو عايزه اكل، انا مش بحب اكل مع البطاطس رز لانه بعتبر البطاطس كارب، فما بحبش. لكن الناس اللي عايزه تاكل يعني تحط من السوتيه على الرز، يبقى احنا كده كمان عملنا الرز. فيلا بينا نبتدي ونشوف ايه وضعنا مع الرز. يلا الحله بتاعتنا اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا تعالوا نقول المقادير بتاعتنا. المقادير اهي معانا: زبده، زيت، بصل، جزر، الرز بتاعنا، البهارات بتاعتنا. انا جايبه عيدان من القرفه، ورق لورا، مستكه، حبهان، اللوز، وكمان هنحط ايه كركم، وهنحط كاري. فمتهيألي كده الوصفه تمام معانا. يلا نبتدي بقى بالبصل. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ما تسخنش قوي. يلا بينا. طبعا انا سامعه الصينيه بتاعت السوتيه شغاله بويلنج، ف يعني قربت، هي بتستوي بسرعه جدا. بلس ان انا كمان عامله سلقه البطاطس نص سلقه. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم اهو. يلا بينا نقطع البصلايه. مفيش اسهل على فكره من عمايل الرز البسمتي، وان احنا نعمله يبقى مفلفل، بس يبقى محتاج كذا تراك كده نعملهم مع بعض دلوقتي. يلا بينا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعنا البصلايه زي ما حضراتكم شفتوا. تمام كده. هنا بقى هنحط ايه؟ هنحط مكعب من الزبده اهو، مكعب من الزبده معانا. وكمان شويه من زيت الزيتون، ما بحبوش يسخن زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، مش بحب الزيت يسخن. ننزل بالبصل اهو. اهو سيبه بقى ايه ياخد ويدي كده. اكون انا قشرت الجزرايه اهو. نقلب بس تقليبه تانيه. نيجي بقى للجزرايه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا قلنا، ايه الحاجات قبل الفاصل اللي بتجوعنا في الشتاء؟ حاجات كتير بتجوعنا في الشتاء، انه احنا عندنا اكتئاب، فالميلاتونين بتاعنا بيعلى والسيروتونين بيقل اللي هو هرمون السعاده، فبالتالي بقى بناكل شوكليتس، بناكل مش عارف ايه عشان ان احنا نبقى سعداء في الشتاء. طبعا كل الموضوع بسيط قوي، هو الفكره بس انه احنا ننزل رياضه، هتلاقي الموضوع اختلف معاكم تماما. نشرب ميه كتير، هو نفس النظام، لانه احنا لو اوريدي قعدنا نقول الجو ساقع وما نزلناش هنفضل كده على طول، هنطلع بقى من الشتاء وزننا زايد. ناس مثلا بتعمل البليله صحيه جدا، ناس تعملها مش صحيه. بطاطا بتعملها بطاطا بالبشاميل، فطبيعي هتخن يعني. فدايما نخلي عندنا توازن، بلاش فكره انه انا اقعد واجيب بقى سناكس، وطول ما انا قاعده اقول ايه بس هاخد سناك، هاكل لب، هاكل مقرمشات، هاكل مش عارف ايه. ده كله وحدق وحلي وحدق وحلي، يعني السيركل اللي ما بتخلصش دي مش هتبقى لطيفه خالص. فالحل ايه؟ الحل انه انا اظبط وقتي، اظبط نومي، اظبط كل الحاجات دي مهمه جدا جدا معانا. احنا لازم نغير العادات اللطيفه دي. عشان تغير عاده بتعملها 21 يوم، عشان تبقى عادتك بتعملها لمده 90 يوم هتبقى بتاعتك. ف 21 يوم بتتعود ان انت تبني عاده لطيفه. فتعالوا نبتدي. وبعدين عايزه اسال سؤال، الناس اللي بتنزل تمرين او بتقول لك اصل انا بكسل اروح الجيم، ما تروحش الجيم، ما تنزل تلعب تنس، ما تلعب سباحه. هو لازم الجيم؟ يعني لا انا مش عايزه العب جيم، هي السباحه مثلا هتقول لا مش هتحرك عضلات الباك؟ ممكن نعمل ورك اوت في البيت يعني. بس الفكره انه احنا عندنا اساسا ثقافه الكسل، يعني مش للدرجه دي. make sense. ماشي.
فاحنا هنعمل ايه بقى؟ ننزل نلعب سباحه، نلعب تنس. تخيل وانت بتتحرك وبتلعب تنس عضلاتك دي كلها بالمضرب بتشد، عضلات رجلك تحس ان انت طولت. يعني والله السباحه الباك. اهو البصله اهي اصفرت. طبعا في ناس بقى عندها شماعات، يقول لك ايه، اصل انا ما عنديش وقت. اصل انا لو كان عندي وقت والله كنت نزلت. دي شماعه. احنا بنلاقي وقت بنلاقي وقت بالذات للرجاله تقعد على القهوه، بتلاقي وقت تسكرول على الموبايل. ازاي مش لاقي وقت تروح الجيم ولا مش لاقي وقت حتى تنزل تمرين؟ بنلاقي وقت لمعظم الرجاله ان هم يشربوا سجاره. ما ده وقت. ما هو بدل ما تلاقي وقت تعمل كل الكلام ده، لاقي وقت ان انت تظبط صحتك. بدل ما يجي عليك سن من الاوقات ايج يعني، هيبان عليك العمر في ثانيه، وساعتها هتندم جدا على فكره. هتندم بقى لما تلاقي واحد دلوقتي بيستثمر في صحته شكله اصغر منك واحسن منك وفي صحه عنك، عشان انت ما كانش عندك وقت. لما تتعب بقى هيبقى عندك وقت. تقبلته. دايما لما يجي حد يتكلم معايا نعمل مثلا ايه، نتكلم يعني ناخد وندي، ويقول لك ايه، انا بس والله نفسي اعيش حياه صحيه والله، بس انا اللي مانعني الوقت. بس اصل انا بس اللي مانعني ان انا بحب عندي شوجر كريفنج، ما بقدرش لازم اكل سكر. اصل انا بس ما بحبش اكل من غير رز. حضرتك نزل الشماعه وابتدي اعمل مايند سيت جديد. ما هو انا مش هتغير طول ما انا عقليتي واحده. ده بجد، انا مش هتغير طول ما انا نفس العقليه. ازاي بقول انا مش هقدر؟ بجد الستات مثلا، حضرتك حملتي وولدتي وتحملتي تعب ولاده وخلفه وغيره وغيره. والسيدات اللي ما خلفتش، حضرتك تحملتي اعباء كتير لانك تعدي في شغلك وتنجحي ايا كان، حتى لو شغلك في بيت مع والدك ولا مع اختك، ده مش قليل. ان انت تعدي بكل ده مش قليل. ازاي ما تقدريش؟ اللي ما يغيرش عادات معدته مش هيغير طول حياته خالص. انا دايما بشوف كده. المايند سيت بتاعتنا يا جماعه صعبه جدا بجد. حطينا اهو دلوقتي، تعالوا نقول عملنا ايه وبعدين نكمل. حطينا الزبده، حطينا زيت الزيتون، كمان حطينا البصل الاصفر، حطينا الجزرايه مبشوره. هنزل بالقرفه عيدان، بصوا كده، ورق اللورا اهو، حبهان مستكه اهو. الريحه بقى ايه، قول الله قول الله اهو، زي ما حضراتكم شايفين معانا. حلو السؤال. حلو السؤال، حلو السؤال. جاي لنا سؤال محترم جدا من المخرجه العظيمه بتاعتنا، بتقول لك ازاي ندير الوقت؟ ازاي ندير الوقت؟ انا لو صحيت من النوم وما رتبتش اليوم بيتلخبط. طيب تعالوا نقول ندير الوقت ازاي. اول حاجه، لو انا عايزه اقلع عن عاده مش حلوه لازم هحط لنفسي حدود. ستوب، انا هنا تمام، لازم هوقف، يعني لازم هوقف عاده غلط. ده رقم واحد. تعالوا بس ننزل البابريكا اهو، وكمان ثواني كده، ده ايه؟ ده الكاري، ده الكاري. تمام، ونزلت بالكاري اهو اهو. شويه فلفل اسود، شويه فلفل اسود لذاذ هم لطاف اهو. وكمان عايزه انزل بايه؟ بالملح. تعالوا بقى ايه نجاوب السؤال اللطيف ده، ازاي ندير الوقت؟ اول حاجه، لو انا ما عنديش وقت وبنزل من الصبح تل بالليل وما بلاقيش وقت اعمل حاجه، لازم 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 العب رياضه قبل ما انزل الصبح على الريق. اولا هتعلي عندك الحرق جدا. اول ما افتح، اصلا انا هصحى يعني هصحى 10، هصحى 10 وربع، هصحى 10. الالارم اللي هو السنوز اللي بقعد ادوس عليه سنوز عشان اكمل نوم، ما انت هتصحى. فما تصحى كده وانت رايق وتشرب كوبايه الكافي، تقعد كده تاخد ربع ساعه وانت بتسمع حد فيروز الصبح مثلا. شوف مودك هيتغير ازاي، بدل ما اقوم بجري وفين الشوط فين الشراب طب ما انا اقوم كده ابقى رايق الاول الصبح، اغسل وشي، اشرب كوبايه ميه، ابتدي اعمل ورك اوت. مش هياخد منك 15 مينت بجد،
بعد كده اعمل كوبايه الكوفي بتاعتي واسمع فيروز وانا بلبس. شوفوا الروقان. بعد كده ابتدي يومي، ما انا هقابل ناس مش عايزه اقابلها، هنزل شغل انا مش حابب انزله، ما يلا هنزل باللوز، هنزل شغل وهتضغط والحياه هتبقى يعني مليانه صعوبات. اخد بس اول ساعه في يومي هتفرق جدا على فكره معايا جدا. تعالوا نحط الميه عشان انا ما جبتش البويلر. هنحط الميه طبعا لكل كوبايه رز بسمتي كوبايتين ميه. يلا بينا، ادي واحد، ادي اتنين، هتغلي ونقوم نازلين عليها بايه؟ طبعا دلوقتي احنا ايه، نزلنا الميه، انا نسيت انزل بالكركم، هنزل بيه. طبعا عايزه اقول لكم على حاجه، في ناس اساسا نفسيتها بتبقى تعبانه، خلينا نتفق على كده. لما نفسيتك تبقى تعبانه بجد قول لنفسك دايما انا هقدر. الكلمه دي جواك. ألف مرة بنسمع كلام يحبطنا ووعود تحبطنا وانبهارات تودينا ورا وترجعنا، ما ده حياتنا ups and downs. بس أنا ما اسمحش لحد يخش جوايا أو حتى يحسسني إنه إيه، إنه أنت ما عملتش حاجة. أنا عملت كفاية. إن أنا كل يوم أصلا أنا ما دام قمت من النوم يبقى ليا رسالة ربنا حاططها لي أكملها. صدقني صدقيني، ما دام قمتي الصبح وفتحتي عينيكي يبقى لسه في رسالة، سواء لاولادك انك تبتسمي في وشهم قبل ما ينزلوا. عارفه ان كلنا مضغوطين وعارفه ان الحياه مليانه صعوبات وعارفه حاجات كتير قوي قوي. ده معناه ايه؟ معناه انه هستعين بالله. همومك هتخلص زي ما الفرح بيجي ويخلص، الحزن بيجي ويخلص. فطول الوقت اقول لنفسي انا هقدر. حاول اقرب من ربنا، ايا كان انت بتعمل ايه قربك من ربنا، بس حاول تقرب من ربنا. حاول لما تلاقي حاجه مضايقاك اذكر الله كتير، ده بيفرق جدا على فكره. ما تحاولش تخلي الزعل انا في مود الزعل والله هفضل زعلان لمده شهر، لا لا خالص. اقعد مع ناس بحبها. اكيد في شخص واحد عندك بتثق فيه، كومفورت زون بتاعتك، اجري عليه. اول ما تلاقي السلوك عندك كلها داخله في بعض اجري على الشخص ده وارمي الكلام عنده وامشي. صدقني هتلاقي الموضوع فرق معاك جدا والهموم اللي كانت على قلبك راحت. فإدارة الوقت بتبتدي منين؟ من انك تحب نفسك. صدقني حب نفسك الاول، بعديها هتلاقي كل حاجة بقت سهلة. خلاص الرز اللي هي المية بتاعت الرز اهي بتغلي، مش هتأخر عليكم. هطلع فاصل وارجع لكم تاني بريسيبي تالتة. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ما عملتش اي حاجه خالص. تعالوا ناخد نتيكه لوك كده على السوتيه الفراخ، شايفين شكله عامل ازاي؟ والريحه بقى يعني حاجه جميله جدا جدا جدا، بريحه جميله قوي قوي قوي. اهو السوتيه شغال، مش هياخد 5 دقايق ولا ايه استوى. تعالوا كده نجرب نقلبه نشوف الدنيا. لا هايل. بصوا بقى، لا 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 لا، حاجه تفتح النفس كده وريحتها خطيره. اهو تمام. نبص الرز خلاص اهو دقايق باذن الله، يعني عقبال ما نخلص اخر الحلقه يكون ايه، قرب يخلص اهو. تعالوا بقى نبتدي بالايه، بالريسيبي الاخيره او اللي قبل الاخيره بتاعتنا. الله، تعالوا بقى نعمل ايه، نعمل السلطه بتاعتنا. هي ما فيهاش حاجه خالص النهارده، هتبقى سلطه خضراء عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه خالص، بس ايه حبيت ان احنا كمان نعملها زي ما بنعمل كل انواع السلطات. يلا بينا، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنبتدي بيها الجرجير. جرجير بقى للستات اللي عايزه شعرها طويل ناعم صحي. الجرجير ساندوتش جبنه بيضه بالجرجير، كل حاجه بالجرجير. الجرجير ده يا جماعه شيء عظيم. اهو
تمام. نيجي بقى لايه، للكابوتشا بتاعتنا. تعالوا نحط الطبق هنا، يلا. اهو حطينا الكابوتشا، نقلب بقى كده كله مع بعضه. نخلص كل اللون الاخضر اللي في الحياه، وبعدين ننزل بباقي الالوان اهو. يلا بينا. اهو تمام. ادينا قطعنا الخيار اهو. ادينا قطعنا الخيار كمان، ده ناخد كمان اخر واحده. كل الحاجات اللي لونها اخضر معانا خلصناها اهو، قطعناها. خلصنا الفلفل كمان. بصوا بقى، احنا عاملين وجبه ما خدتش ساعه الا ربع خالص مننا. بصوا البيبي دي كانت جوه الفلفله اللي هي الحمراء اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول على حاجه، لما دايما الستات اكتر حاجه بتحرق سعرات حراريه، دي بقى بجد بجد اكتر حاجه عند الستات بتحرق سعرات حراريه ان هي تعمل شوبينج. فكره ان هي تجر الترولي وهي بتعمل شوبينج بتبقى سعيده اولا، دي رقم واحد. تاني حاجه بتحرق لها كالوريز كتير جدا، لانه بيعتبر يعني ورك اوت محترم. فلو انت عايز تساعد مراتك خدها تعمل شوبينج، حتى لو مش ليها للبيت هتخس بسرعه، وانت انزل معاها اعمل شوبينج، هتفرق جدا في نفسيتها. طبعا طبعا الرجاله متفاهمين ان مهم جدا نفسيه الست اللي في البيت، صح ولا غلط؟ فكل فتره كده خدها تعمل شوبينج، شربها قهوه في مكان حلو، خرجها، دلعها، صح ولا ايه؟ ستات يستاهلوا يتدلعوا، عشان انت لما هتدلعها ده هينعكس عليك، صح ولا غلط؟ فاعمل ده عن طيب خاطر وبحب، هي هتبهرك والله، حقيقي حقيقي. لما تعمل ده بطيب خاطر هي هتبهرك، تبهرك بقى في مستوى شكل البيت، في ابتكاراتها، في الانتاجيه بتاعه الولاد في المدرسه، كل ده بيفرق. فما تبخلش على مراتك. ومش بتكلم والله من بعيد، يعني بتكلم على ناس بتشوفها مثلا وهي يعني جوزها بيقدرها، وفي ناس لا بتشوف ده بيظهر على شكل الجسم وشكل النفسية والأطفال والولاد. فنخلي بالنا برضو من الموضوع ده جدا، بيفرق قوي على فكرة. تعالوا نبص بصة كده. هلا هلا هلا، مش مصدقة والله، ريحة تحفة. ودي الرز اهو، تمام. يلا اهي كده السلطه. طبعا بسهوله احط ليمون، بس الليمون طبعا بيبقى محتاج ايه، بيبقى محتاج انه ناكلها على طول، الليمون والملح ما فيهاش اي حاجه خالص. دي السلطه الخضراء
معلش بقى نحط الاتنين دول كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تعالوا بقى نعمل اخر ريسيبي معانا، هي مش تاخد وقت خالص. تعالوا بقى. معلش انا نسيت احط بنجر، خلوني احط بنجر عشان السلطه برضو تبقى مفيده. اهي. عايزين نحط بقى عين جمل نحط، عايزين نحط ايا كان نحط اهو. حطيت البنجر لطيف جدا برضو. تعالوا بقى نعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اخر ريسيبي معانا، اخر ريسيبي معانا اهي. تعالوا نغرف الطبق ده. مش عايزه اكبر الطبق اكتر من كده. اهو. ده تاني طبق معانا، سوتيه دجاج اهو. تمام. ننزل بقى هنا بايه؟ تعالوا بقى نعمل اخر ريسيبي سهله جدا جدا جدا. اول حاجه هنجيب معلقه صغيره. اول حاجه احنا نقطع الاول الحواف بتاعه التوست. ايه الريسيبي بقى دي؟ دي حلوى التوست. هنعمل ايه؟ هنجيب توست عادي ما فيهوش اي حاجه خالص. تمام. ونجيب شوكليت سبريد، عايزين نجيبها دارك شوكليت اوكي. دي عشان السيدات في وقت من الاوقات كده الكريفنج عندها بيبقى عالي، فاحنا نعمل ايه بقى؟ نعمل لها الكريفنج، يعني نعمل لها الموضوع ده. وكمان لاولادنا لما يحتاجوا ان هم ياكلوا ايه؟ ياكلوا يعني سويتس في المدرسه، احنا حتى نبقى عاملينها لهم اهي. اهي. اقطعها 4/4. بصوا كده. واعمل ايه بقى؟ اجيب بيضه، انا حاطه هنا فانيليا. اجيب بيضه انزلها في فانيليا جوه الطبق اهو. وانزل بيها على اللبن، وانزل كده كده. هنا بقى اكون عملت ايه؟ تعالوا بقى نقول ازاي نتلاشى جوع الشتاء. اول حاجه ما ناكلش قدام التلفزيون خالص خالص. بلاش اكل وانا ماسك الموبايل، هسرح وهاكل كميات كبيره. بلاش اجيب اكل من بره. اتاكد ان الفيتامينز والمعادن في جسمي مظبوطه، عشان في بعض نقص للفيتامينز بيخليني اجوع، فبرضو اخلي بالي من الموضوع ده اهو. اجي بقى انزل بيه كده اهو اهو زي الفرنش توست. هعمل واحده تانية وانزل بيها كده زي الفرنش توست اهو. ممكن نعمل كمان الاتنين التانيين، ده لسه فيه وقت اهو. سامعينها تعمل صوت لطيف كده
اهو. نحط الشوكليت. تعالوا نقلبها. بس. تعالوا نقلبها يلا. نعملها زي سينابون، وده اظني اكله مشهوره ومعروفه جدا يعني. تعالوا بقى نشوف الرز وضعه ايه ونغرفه. بسم الله الرحمن الرحيم. اي ثينك خلاص ان الرز خلصان. ماشي يا كريس، يلا. يلا تعالوا. طبعا ريحه الرز خطيره. في حاجه بقى عايزه اقولها لكم، التريك اللي انا عايزه اقولها لكم، هحط لون طعام احمر، ده هيخلي لي زي المطاعم السوري، هيخلي لي الرز زي المطاعم السوري. انا طبعا ما حطيتوش في اللي انا غرفته، بس هيخلي لي الجزر غامق، وهيخلي لي ده، بصوا، خليه زي المطاعم السوري بالظبط بالظبط. اهو بصوا، احنا بنبقى مستغربين هم ازاي عاملين الرز كده، بيحطوا لون طعام احمر. اهو بصوا بقى عامل ازاي من تحت. يلا يلا بينا. هي دي بولة الرز الخطيرة مع السوتيه. ايه تاني يا ترى؟ اهو اتحمرت اهو، بصوا ملهاش حل. اهو نيجي بقى هنا، انا حاطه سكر على قرفه اهو، هي سخنه موت موت. سكر على قرفه اهي. هتلاقوها يا جماعه زي طعم السينابون بالظبط اهو، بالظبط، مع الشوكليت بقى كمان دايبه، فلا الموضوع بقى في حته تانية. تمام. انا والله يعني نفسي ان هو تدوقوه، شكله طعمه حلو يعني قوي اهو. معلش هو بقى ايه، صحته منهكه. خلصت النهارده حلقتي، ارجو ان انتوا تكونوا انبسطتوا بيها وانبسطتوا بالوصفات، قوموا فورا اعملوا الاكلات دي. كنت معاكم دكتور ليلي عبد الله، اخصائي تغذيه علاجيه.